أهلا بيكم. أنا نوح، وده كتاب نوح. أكتر إحساس ممكن يواجه الإنسان هو الإحساس بالنقص. لو الإحساس ده تملكك هيحولك لإنسان تعيس، ولو امتزج بالغضب طب ما تيجوا نسمع القصة الأول علشان نفهم. هبتدي معاكم برسالة غريبة وغامضة بعتها لي الكتاب. الرسالة المرة دي بتقول: لا تستعجل الحقيقة، فما أخفي تحت الرخام سيظهر قريبا. طبعا الرسالة أغرب من اللي قبلها، بس أكيد وراها حكاية وأنا لازم أعرفها. قفلت الكتاب، ومع قفلتي للكتاب لقيت التليفون بتاعي بيرن. كان عمر صاحبي، لقيته بيقول لي: بقولك يا صاحبي، أنا وكمال ويوسف قاعدين في الكافيه وعايزينك تيجي تقعد معانا ضروري. قلت له خير. لقيته بيقول لي تعالى بس وانت هتعرف. وفعلا نزلت رحت لهم ولقيتهم هناك قاعدين. سلمت عليهم وفجأة لقيت عبد الرحمن جاي من ورايا وماسك في ايدي تورته. اتضح يا صاحبي انت وهو ان هم عاملين لي مفاجأة علشان عيد ميلادي. هنوني وشكرتهم، وكل واحد فيهم كان جايب لي هدية، اللي جايب ساعة واللي جايب خاتم من عدا المعفن كمال. ولما بقول له فين هديتي لقيته بيقول لي: لا يا معلم، انا هديتي بقى مختلفة. انا مخبي لك حتة دين هدية هتسهرك للصبح. قلت له: هدية ايه دي عمر رد وقتها بتريقة وقال: هتكون ايه يا معلم؟ يعني اكيد جايب لك رقاصة، ما هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تسهر للصبح. ضحكنا من كلام عمر من عدا كمال. واضح ان نقطة عمر ضايقته، مسكني وقال لي: سيبك من الهري ده، انت مش عايز تعيش تجربة مرعبة وبمناسبة عيد ميلادك؟ ردت عليه بفضول وقلت له: مغامرة ايه وفين بالظبط؟ قال لي: بص يا سيدي، في مسجد على اطراف المنطقة دي بيقولوا ان هو مسكون وفي جواه عفريت، والغريب انه بيظهر يصلي كل ليلة. في اللحظة دي الكل ضحك من كلام كمال، استغربوا ازاي عفريت هيطلع في الجامع وكمان بيصلي. ساعتها كمال اتراهن معاهم وقال لهم: طب والله العظيم ده حقيقي، ولو مش مصدقين خلينا نروح كلنا نصلي العشاء هناك، ولو ما ظهرش هعزمكم على حسابي 3 ايام. انما لو ظهر بقى يا معلمين كل واحد فيكم هيعزمنا على حسابه. ردنا عليه وقلنا له: يا معلم قشطة، اتفقنا. لما جه الليل طلبنا اوبر وطلعنا على الجامع ده. كان في حتة مهجورة كده وحواليه كان بيت قديم. اول لما دخلنا لقينا المسجد صغير كده ويدوبك فيه 20 واحد بس اللي بيصلوا. صلينا وفضلنا قاعدين لحد لما الامام اللي صلى بينا جه وقال لنا: مش يلا يا شباب تمشوا ولا انتوا ناويين تباتوا هنا؟ كمال قال له: حاضر يا مولانا، شوية بس وهنمشي. الراجل ملامحه اتغيرت وكان باين عليه انه متضايق. سابنا وراح قعد يقرا في المصحف، بس عينيه كانت علينا. ساعتها عبد الرحمن قال: على فكرة احنا شكلنا كده بقى مسخرة، الشيخ شكله كده عايز يقفل واحنا بنضيع في وقته. يوسف قال بسخرية: يقفل ايه بس يا عبد الرحمن؟ هو فاتح محل خضار، ده جامع يا عم الحاج، يعني بيت ربنا ومفيش حد من هنا يقدر يمشينا. عمر وقتها بص لكمال وهو بيقول له بصوت عالي: جرى ايه يا عم كمال؟ امال فين العفريت بتاعك؟ كمال مد ايده ومسك بق عمر وهو بيقول له: اسكت يا اهبل، هتفضحنا، اكيد مش هيظهر دلوقتي، ده اكيد لو هيظهر بعد نص الليل. ساعتها قلت لهم:
بص يا رجالة، لو الشيخ ده جه تاني وقال لنا ان هو عايز يمشي ولا عايز يقفل، هنقول له معلش يا شيخ، احنا هنقيم الليل، واتفقنا انا والرجالة على كده. الشيخ خلص قراية وجي يقول لنا نمشي. ساعتها قلنا له احنا بصراحة كده يا شيخ عايزين نعمل قيام ليل. الشيخ وقتها اتعصب وقال لنا ما ينفعش يا ابني، والله ما ينفع، انتوا اكيد مش من هنا، علشان لو انتوا من هنا ما كنتوش قلت لي كده ابدا. الجامع ده لازم يتقفل، الجامع اللهم احفظنا مسكون، ولو فضلتوا جواه هتتلبسوا. قلنا له لا مش هنخرج، وصممنا ان احنا نقعد جواه. الشيخ اخر ما زهق مننا سابنا ومشي، واحنا فضلنا نتكلم مع بعض يجي 3 ساعات من غير ما تحصل ايتها حاجة غريبة. بعد ما الساعة عدت 12 بالليل حسنا بتعب، وكل واحد فينا كان عايز ينام، وفعلا مددنا جسمنا على الارض ونمنا من غير ما نحس. بس وانا نايم سمعت صوت حد بيصلي، الاول تكبيرة وبدأ يقرأ قرآن، وكان صوته ملائكي، تحس ان صوته ده جدع من عالم تاني، لو فضلت تسمعه عمرك كله مش هتمل ابدا. قومت شعور بالنوم وفتحت عيني علشان الاقي ايه يا جدع، الدنيا كلها ضلمة الا مكان واحد بس فيه نور. لقيت وقتها شخص واقف بيصلي في المكان اللي جاي فيه النور ده، ولما بصيت عليه شفت اغرب حاجة. شفت راجل يجي عنده بتاع 60 سنة كده، رفيع ودانه بيضة وعمال بيصلي بخشوع. اللي لفت نظري وقتها ورعبني اني شفت وراه ظلال كتير، اكن في حد بيصلي وراه. بدأت اقرب من اصحابي واحاول اصحيهم علشان يشوفوا ان انا شايفه. لما جيت اصحي عمر كان فاكر انه نايم في بيتهم، الله يخرب بيته. على صوته وقال لي والنبي ياما سيبيني نايم، انا تعبان ومش قادر. لما عمر طلع الصوت الظلال كلها اختفت، والراجل اللي كان بيصلي بطل صلاة وبص ناحيتي، وبسرعة ملامحه اتغيرت وبقت مرعبة. وشه اتحول للون الاسود، وعينيه بقت مرعبة تماما. ما فيش ثواني ولقيته طار بسرعة وجه ناحيتي، لدرجة ان وشه لزق في وشي وهو بيقول لي اخرجوا من هنا، المكان ده ما بقاش ليكم. اتفزعت وبدأت اصرخ. ساعتها الرجالة صحيت وبيسألوني مالي. كنت لسه شايف ملامح الراجل ده قدامي، شوية بشوية اختفت. كنت محتار ازاي محدش شافه غيري، ولما قلت لهم اللي شفته لقيت كمال بيقول لي يا اخو كنت تصحينا ونخلينا نشوف. قلت له يا عم ما انا حاولت، بس البغل عمر صرخ والعفريت هرب. عبد الرحمن رد وقال طب وبعدين يا جماعة هنفضل هنا؟ يلا بينا نمشي. قلت له يلا. واول ما قمنا لاحظنا ان يوسف لسه نايم. جينا نصحيه مش بيصحى، وكان بيقول سيبوني حرام عليكم انا ما قتلتش حد. وبعدها صرخ وفتح عينيه. لما سألته مالك يا يوسف رد عليا وقال لي شفت راجل دقنه بيضة وعمال يخنقني وهو بيقول قتلتني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ انا اذيتك في ايه يا ضاحي؟ ساعتها رديت عليه وقلت له اصحى يا معلم، هو انت اسمك ضحي؟ قال لي لا. قلت له بس يا معلم يبقى ده مجرد كابوس. ساعتها خرجنا من الجامع ورحنا على الشارع الرئيسي علشان نروح. وقفنا تاكسي وركبنا. ساعتها كمال جه يحاسبه، لقى المحفظة بتاعته ضايعة. وقف التاكسي وقال لي الظاهر يا رجالة ان انا نسيت المحفظة بتاعتي في الجامع، انا اروح اجيبها واحصلكوا، حد منكم يدفع وانا هحاسبه بعدين. لما كمان نزل قلت له استنى انا هاجي معاك ونرجع سوا. فعلا عمر ويوسف وعبد الرحمن مشيوا، وانا وكمال رجعنا للجامع من تاني. اول لما دخلنا لقينا شخص قاعد بيصلي. الشخص كان باين انه طبيعي، ولا حواليه اشباح ولا ظلال ولا اي حاجة. ما ركزناش قوي ورحنا للمكان اللي كنا نايمين فيه. لقينا محفظة كمال. ولما لفينا علشان نخرج شفنا 4 رجالة لابسين جلاليب وماسكين في ايدهم شوم، واقفين قدام الراجل اللي بيصلي وهم بيقولوا له خلص يا شيخ هلال، خلص علشان نتحاسب.
الراجل فعلا خلص الصلاة بتاعته وبص للناس دي وهو بيقول لهم: انتم مين؟ كان واضح ان الراجل ده غرير وما كانش شايف حاجة، وقبل ما حد يرد عليه الرجالة دي نزلت ضرب فيه. كان عمال بيتألم ويصرخ ويقول لهم: انتوا مين؟ انا عملت لكم ايه؟ حرام عليكم، ده ربنا شايف، لو انا مش شايف ربنا هيحاسبكم، مدد يا رب مدد. كنا واقفين بعجز وبنتفرج على اللي بيحصل وما كناش عارفين نعمل حاجة. كمال كان ماسك في دراعه وهو بيقول: يا نوح يا نوح الحق، الراجل هيموت في ايديهم، خلينا نساعده او نعمل اي حاجة. بس كنت مبلم واكني اتشليت. فضلت مركز ناحية الراجل وهو مبلم ومعرفش جاب الثبات ده منين. الناس عمالة تضرب فيه وهو بيقولش غير مدد يا رب مدد يا رب، لحد ما قام وهو بيسند على الحيطة وما كانش باين عليه أي ضرر. واحد من الرجالة اللي كانوا بيضربوه طلع سكينة وهو بيقول للباقيين: قلت لكم ده ما بيحوجش فيه الضرب، ده لازم يموت، وإلا هيبة أبوكم هتبقى بالأرض. وللأسف أول ما الراجل ده خلص كلمته ضرب السكينة في قلب الشيخ هلال، وقعه على الأرض، والشيخ رفع صباعه وهو بيتشاهد. واحد من اللي كانوا موجودين قرب للراجل اللي كان ماسك السكينة وبيقول له: ليه كده يا عزيز؟ احنا اتفقنا ان احنا نخوفه، ما اتفقناش ان احنا نقتلوه، وابوك ما اتفقش على كده، انت جبت القلب القاسي ده منين؟ وقتها عزيز مد ايده مسك السكينة وبيطلعها من قلب الجثة وهو بيقول: مش وقته الكلام ده، اللي حصل حصل خلاص، خلينا الاول ندفنه ونخلصوا من الحكاية دي كلها. اخوه قال له: هندفنوه فين؟ لو خرجنا دلوقتي الناس كلها هتعرف ان انت اللي قتلته. عزيز قال له وقتها: ومن قال لك ان احنا هنخرجه بره؟ احنا هندفنه هنا. وفعلا ابتدوا يحفروا الارضية، واللي انتبهت له ان هي مش رخام زي ما شفناها اول مرة، لا ده كانت ارضية تراب. كان كمال واقف بيترعش، بس فهمت حاجة مهمة لما بصيت حواليا. المكان كان مختلف عن المكان اللي جانا من شوية، تحس ان المكان ده كان قديم. لقيتني بقول لكمال: اجمد، اللي بنشوفه ده مش حقيقي، انت مش شايف ان احنا بقالنا ساعة واقفين ومحدش منهم خد باله مننا؟ تعال نخرج. قال لي: هنخرج فين؟ قلت له: تعالى بس وما تخافش. وفعلا عدينا من جنب الناس ولا اكننا هوا. كمال اول لما خرج من بره باب الجامع بدأ يجري وهو بيصرخ، جريت وراه وانا بحاول اسكته قبل ما يلم الناس علينا. في الوقت ده صادفنا شيخ الجامع اللي حذرنا قبل كده. اول لما شافنا مرعوبين ابتسم وهو بيقول: ها جالكم كلامي؟ اكيد شفتم عفريت هلال الدجال. استغربت كلامه وقلت له: هلال مين ودجال مين؟ احنا مش فاهمين منك اي حاجة. الشيخ قال لي: من 40 سنة الجامع ده حصل فيه حاجة غريبة خلت المكان كله بقى مسكون. كمال سأله: حاجة ايه اللي حصلت؟ ممكن تقول لنا؟ الراجل قال لنا: تعالوا نقعد في حوش الجامع واحكي لكم كل حاجة حصلت. رحنا قعدنا فعلا، والإمام بدأ يقول لنا: زمان المنطقة دي كان لها كبير اسمه الحاج ضاحي، راجل طيب وابن حلال وكلمته مسموعة في الحي كله، وياما ساعد ناس ووقف جنبهم. ده حتى الجامع ده هو اللي عمره وكان أول إمام فيه، لحد لما في يوم جالنا واحد أعمى اسمه هلال، كان متبهدل وحالته حالة، فصعب علينا كلنا. والحاج ضاحي الله يكرمه خلاه يسكن في الجامع. بعد فترة الراجل ده بدأ يصلي بينا والناس حبيته وبدأ يشتغل معالج، يعني واحد كده جايله تعبان ولا عنده حاجة فيقرأ عليه فيخف، واحدة ما بتخلفش فيجيب المية ويقرأ عليها ويديها لها، وبعد شوية الست دي تحمل ومفيش غير 3 شهور وبقت الناس كلها ما بتجيبش سيرة غير سيرة الشيخ هلال البركة. لحد ما في يوم الناس صحيت على كارثة، وهي ان الشيخ هلال طلع دجال. ولاد الشيخ ضاحي مسكوه بالجرم المشهود وهو بيحضر جن، وكمان كان بيحضر الجن ده جوه الجامع. وبعدها قرروا ان هم يمشوه من الحي ده نهائي، والناس بعدها نسيت حكاية الشيخ هلال. بس بعد ما مشي بفترة صغيرة بدأت تحصل كوارث في الجامع ده. أول كارثة حصلت
إن احنا شفنا الشيخ ضاحى الله يرحمه ميت وهو بيصلي، وكانت ملامحه باين عليها إن هو شاف حاجة قبل ما يموت. أما ولاده، واحد غرق في الترعة والتاني يا ولداه داسوا قطر، واتقال من الناس إنه وقف قدام القطر وفتح دراعاته وبيضحك لحد لما القطر خبطه وفرمه. أما التالت فمات محروق هو وكل عيلته. والله الرابع اهو ده ما ماتش بس عايش بعاهة، ولغاية دلوقتي ما نعرفش ايه سببها. المسكين اتعمى وبقى بيلف في الشوارع وهو بيقول الظلم ظلمات، يا رب يا رب سامحنا. ما كانش بيردد غير الجملة دي، ومحدش كان عارف ايه اللي حصل، بس الناس قالت ان هلال الدجال قبل ما يمشي عمل لهم سحر، علشان كده حصل لهم اللي حصل. اول لما الامام خلص كلامه بقيت ببص انا وكمان لبعض. ساعتها قلت للراجل طب بص يا شيخ، الشيخ هلال مش دجال ولا حاجة، ده راجل بركة، بس عايز اقولك انه اتقتل واتدفن هنا. لا، واقولك اللي قتله كمان كان ضحي وولاده، علشان كانوا خايفين على منصب ابوهم. الراجل ما كانش مستوعب اللي انا بقوله، اما كمال سحبني من ايده وهو بيقول بصوت واطي ايه اللي انت بتقوله ده يا نوح؟ اسكت، هتحبسنا يا جدع، هتودينا في داهية. الراجل بص له وهو ساكت لثواني وبعدها قال وانت جبت الكلام ده منين؟ بصراحة انا سكت ومرضتش اتكلم، لان انا خفت لو اتكلمت تحصل مصيبة، مش بعيد الراجل ده يبلغ عننا وساعتها هندخل في سين وجيم. لكنه فاجئني لما قال الجامع ده يتهد خلال اسبوع، جالنا امر ازالة، وانا بصراحة متعلق بالمكان ده قوي، لسبب ده بحاول افتحه كل يوم لحد لما يتهدم. اوعدك يا ابني ان هتابع، ولو لقينا جثة مدفونة جواه هصدق كلامك. اطمنوا، انا مش هجيب سيرتكم لان انا متأكد ان انتوا بره الموضوع، ما انتوا اكيد مش هتشاركوا في جريمة قبل ما تتولدوا اصلا. المهم يلا بينا عشان نقوم نتوضى علشان صلاة الفجر. في اليوم ده صلينا الفجر مع الامام، وكل واحد فينا روح لبيته. وبعد اقل من اسبوع عرفت من كمال ان الهدم تم، وفعلا ظهرت جثة هلال، والنيابة اتعرفت عليها واتدفن في مدافن الصدقة. وهنا فهمت الرسالة اللي بعتها الكتاب اللي كانت بتقول لا تستعجل الحقيقة، فما أخفي تحت الرخام سيظهر قريبا. جثة هلال ظهرت، والناس عرفت انه كان راجل صالح وانه اتقتل ظلم، وربنا قدر ياخد حقه من كل اللي ظلموه. وانا ما كنتش سبب في ظهور الحقيقة من تحت الرخام، لا، ده ربنا هو السبب. ولحد هنا اكون خلصت حكاية النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات كتاب نوح، وتصبحوا على خير.